ازيكم حبايب قلبي، احلى متابعين في الدنيا، متابعين قناتنا افكار وابتكار. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الرز بتاع المطاعم، او الرز بالخلطه، او الرز المبهر زي ما بتسميه. النهارده هنعمله بقى بطريقه جديده وبطريقه حلوه قوي بجد. لو جربتيها هتعمليها دايما على طول. احنا هنعمله النهارده بايه؟ هنعمله بالجمبري. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ خطواتنا مع بعض. اول حاجة بنجيب الرز وبنغسله. الرز اهوت جبته غسلته، ده نص كيلو. نوعية الرز هوريها لك برضه، انا حابة اوريها لك على بال ما المقلاية تسخن. بصي حبيبتي، الرزاية اللي هي تحسيها شبه الشعرية كده طويلة، في منه ده رز بسمتي، في منه زي لسان العصفور كده. لا انا عايزة الرزاية، هقرب لك قوي من الكاميرا كده، اللي هي زي الشعرية الطويلة دي، اللي هي رز بسمتي درجة اولى. ليه؟ طيب الفرق بينه وبين الرز التاني اللي هو الرز البسمتي بس اللي بيبقى شبه لسان العصفور ده، الفرق بينهم ان ده مثلا لو الكيلو ب30 جنيه، التاني بيبقى الكيلو تقريبا ب27 جنيه، يعني فرق 30 جنيه. طب واحدة هتقولي انت عايزة تكلفينا ونجيب رز من الغالي ليه؟ هكمل لك انا الموضوع ده بس بعد ما نشوف احنا هنحط في الرز ايه، وهقول لك الفرق بينهم ايه وهتستفيدي من الفرق ده ايه. اول حاجة ده كاري، هنحط شوية كده يعني بمعدل معلقة اكل كبيرة، متنسيش الاسم، كاري من عند العطار. وهنحط شوية ملح مش كتير، يعني نص معلقة شاي صغيرة كده، لان احنا لسه هنحط في الجمبري ولسه الكاري اصلا بيبقى فيه شوية نسبة ملح برضو. وهنحط شوية زيت عادي خالص اهو، زيت اكل عادي، وهنقلب المكونات دي مع بعضها. شوية كاري كمان يديله لون حلو كده. كل ما الكاري بيكون معاكي من النوع النظيف بيدي لون حلو قوي للرز، شبه بتاع المطاعم بالظبط. هنغطي على الرز على بال ما هنعمل ايه، هنحمر الجمبري بتاعنا. الزيت سخن معانا اهو، ده نص كيلو جمبري متقشر. في ناس بتروح حاطه على طول وانتي بتطبخي الرز، بتروح حاطه الجمبري على طول، لا مش هيديكي طعم قرمشه ومش هيبان في الرز وهيبقى لونه ابيض. احنا عايزين نديله طعم حلو كده ويبقى باين في الرز ويبقى شبه اللي احنا بنشتريه من بره على طول. دي رشه فلفل، رشه ملح برضو مش كتير علشان احنا حاطين في الرز، مكتريش عشان ما يبقاش حادق منك. وهنديله لون حلو برضو برشة كاري. بصي الكاري لما اتحط عليه خلى الجمبري شكله عامل ازاي.
بنحمر الجمبري. واحنا بنحمر الجمبري بقى هقولك ايه الفرق بين الرز ده وليه قلتلك هاتي من الرز النوعية النضيفة او الرز الغالي. علشان الرز الغالي او الرز اللي احنا قلنا اللي هو الدرجة الاولى، هوريكي الكمية بعد ما بنخلصه. يعني انت عملت نص كيلو هيديكي بتاع كيلو، يعني زي ما بنقول كده بالبلدي بيرمي معاكي او بيزيد جامد معاكي. انما الرز التاني ما بيزيدش معاكي لنفس الدرجة. يعني معنى كده ان انت بال15 جنيه يعتبر جبتي كيلو رز ب30 جنيه. يعني كده احنا وفرنا اكتر، عملنا نص كيلو بمعدل كيلو. احنا بعد ما بنحمر الجمبري بالشكل ده، احنا مش عايزين الجمبري نحطه على الرز وهو الرز لسه فيه ميه. لازم الرز يتشرب او يشرب ميته، يبدأ ينشف، نبدأ نحط عليه الجمبري علشان يبقى باين فيه. لو حطيتي الجمبري والرز لسه فيه ميه مش هيبان معاكي. حمر الجمبري وهوريكي هنحطه ازاي. كده حبيبتي حمرنا الجمبري وانت شايفه اللون معانا طالع جميل ازاي. والرز اهو معانا اتشرب طبعا زي طبيخ الرز العادي، وطينا عليه هو شرب ميته. هنبدأ نحط الجمبري عليه. احنا مش هنحط كل كمية الجمبري، هنسيب شوية نبقى نزين بيهم ايه الطبق في الاخر. وبعد ما الرز نشف، شوفي الجمبري لو انت حطيتيه والرز كان لسه فيه ميه مش هيظهر ولا هيبان معاكي بالشكل ده. تقليبه حلوه بقى. شوفي الرز بسم الله ما شاء الله مفلفل بالواحده معاكي ازاي، ما بيلزقش في بعض ولا بيعجن ولا حاجه. قلبنا في الجمبري كويس وهنغطيه ونهدي عليه النار خالص لغايه ما يستوي، وبعدين هوريكي شكله. كده حبايبي بعد ما الرز استوى واخد اللون الجميل اللي انت شايفاه ده ومفلفل اهو خالص معانا بالواحده، هنبدأ نغرفه في طبق التقديم. كده قدامك جمبري ظاهر فيه شكله جميل ازاي ولونه تحفه. تقدري بقى زي ما قلنا قبل كده العين بتاكل برضو، فلازم نزين الطبق بشكل جمالي ويبقى شكله حلو. شوفي ما شاء الله في الحله قد ايه، وشوفي الطبق زي ما قلت لك كده ان نوعيه الرز دي مش حكايه ان هي غاليه او رخيصه، ان هي هتوفر معاكي والكميه فيها بتضاعف. نبدأ نحط على الوش كميه الجمبري اللي احنا قلنا ايه هنسيبها كده نزين بيها الوش. تقدري بقى تزينيه بفلافله بطماطم من الجناب، هزينه طبعا وهصورهولك زي ما انت متعوده في الصوره بتنزلك في الفيديو بعد ما بنخلص خالص، عشان بصراحه الطبق سخن جدا في ايدي. وهو ده الشكل النهائي لاكلتنا النهارده بألف هنا. ولو عجبتك فكرتنا النهارده والاكله بتاعتنا اعملي لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.